بظل الشغور بسدة الرئاسة الأولى، ولكي لا يتمدد هذا الشغور إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية، نحن قدمنا هذا الاقتراح القانون. واليوم مثل ما عم تشوفوا تم تبني هذا الاقتراح من الكتل اللي كانت موجودة داخل الجلسة. هيدا اليوم انتصار لكل اللبنانيين. نحن بنتمنى أنه هذا الأمر ينعكس بإيجابيته على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن. بالنسبة لنا نحن بننظر لهذا الموضوع من منظار وطني. اليوم في مصلحة وطنية لنمدد لقادة الأجهزة الأمنية العسكرية من دون الدخول بهيدي الزوارب الطائفية. نحن نحن بالنسبة لنا بنشوف انه في مصلحة استراتيجية بالبلد انه اليوم ما نخلي الشغور يتمدد ويوصل لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية. الكلام على انه نحن عم نعمل قانون على اي شخص، هيدا امر خاطئ. اللي عم نقوم فيه نحن بصب المصلحة الوطنية العليا. زعلتوا لوزير الداخلية؟ هل يعتبر انقلاب على الديمقراطية وعلى الدولة؟ انا خلينا نجاوب. هل زعلت وزير الداخلية؟ باكد لك كل شيء بينعمل ضمن اطار الدستور، ما بيزعل لا وزير داخلية ولا اي شخص بموقع السلطة على مستوى الدولة اللبنانية. نحن بنشوف انه هيدا القانون يحمل طابع الشمولية، ونحن بنشوف انه لا امكانية للطعن فيه باذن الله. شكرا.